ارتفاع في مستوى البحر بشكل غير مسبوق. النهاردة 16/6/2025 شايفين قدامنا ارتفاع في مستوى الأمواج بالشكل ده. الغريب ان احنا متعودين نشوف ارتفاع الأمواج لكن في شهور الشتاء، خاصة في أيام النوات زي شهر 12 و1 و2. لكن احنا دلوقتي في نص شهر 6، نعتبر في الصيف والجو حر، بنلاقي فيه هوا شديد، فيه أمواج مرتفعة بالشكل ده. دي حاجة غريبة جدا. اهلا بيكم في قناة ايجي تورينا. تعالوا النهاردة نعرف حالة الجو وحركة المراكب في اسكندرية عاملة ازاي. الفيديو ده لكل حد عايز يجي اسكندرية ويتفسح وينبسط بالوقت، لكل حد عاوز يعمل مركب او رحلة بحرية. هنعرف كمان اسباب ارتفاع الامواج بالشكل ده ومعلومات تانية كتيرة مهمة، وكملوا الفيديو للاخر. عايزين نشوف بقى المكان الجميل ده. قبل ما نتكلم عنه وعن المراكب والحاجات دي كلها، عايزه اقول لكم بسبب ان التغيرات المناخيه الاخيره اسكندريه اتغيرت تماما. الشواطئ بتاعتها اتغيرت، بقى في شواطئ كتيره اتكسرت، ما بقتش موجوده بسبب تآكل ونحر في الصخور. عايزه اقول لكم كمان ان بقى في حركه غير مستقره في الامواج. شايفين الموج هنا عالي جدا عند منطقه الميناء الشرقي. المنطقه دي اللي ما يعرفهاش هي اللي موجوده في بحري عند القلعه. المكان ده مكان سياحي بيرسي فيه مراكب مختلفة زي مراكب الصيد، اليخوتة، مراكب الموتور بوت والدايفنج. والمراكب دي بتعمل رحلات بتطلع من المكان ده، تقدروا تقضوا يوم هنا كامل تستمتعوا برحلات بحرية. المكان ده بيتميز ان هو محاط بكتير من النوادي والمطاعم المختلفة، وكل الحاجات دي بتلاقوها قريبة جدا منكم. بتلاقوا كمان اماكن اثرية كتيرة. أهم الأماكن الأثرية اللي موجودة هنا هي القلعة والمرسي أبو العباس، مكان الفانور القديم. تقدروا كمان تشوفوا حاجات كتيرة للأطفال زي الأكواريوم ومتحف الأسماك المحنطة. لو انتوا حابين تاخدوا مركب فأنصحكم ان انتوا تتأكدوا الأول من حركة الموج. أحيانا بيكون فيه الموج عالي أو مضطرب زي الموج اللي احنا شايفينه قدامنا. دي بيكونوا عارفينها بتوع المراكب. الموج ما بيكونش له علاقة ما بين الصيف والشتاء دلوقتي. قبل كده كنا بنشوف الأمواج دي في الشتاء بتكون عالية، لكن دلوقتي بقت بتتكرر في وقت الصيف كمان. بسبب التغيرات المناخية لقينا فيه ارتفاع في الأمواج، وده كان بيحصل في الشتاء. لكن دلوقتي احنا في الصيف وشايفين ان في شدة في الرياح، وكمان في تغيرات مناخية حصلت في اسكندرية زي الشهر اللي فات. شفنا زلازل وعواصف. كل ده بيأثر على حركة البحر. احنا دلوقتي في الصيف وشايفين ان الموج شكله مضطرب جدا. في ايام تانية بيكون فيها الموج مستقر وهادي، لكن دلوقتي شايفين الموج شكله غير مستقر، في ارتفاع كبير في موج البحر. الجو المتقلب والموج العالي احنا متعودين عليه وبيحصل كتير جدا لما بيكون في وقت الشتاء. بيكون الجو برد وهواء وسرعة الرياح بتكون كبيرة، فبتأثر على حركة الأمواج. الموج بيوصل لكذا متر، ساعات من 4 ل6 متر. في أيام محدش بيقدر يمشي فيها على الكورنيش من كتر الهواء، وموج البحر بيغرق الشارع ويغرق العربيات. في ايام الشتاء وايام النوات الجامدة البحر كمان بيتقفل، ما بيكونش فيه حركة للمراكب اللي احنا شايفينها دي. المراكب كلها بتقف، حتى مراكب الصيد كلها بتقف. اللي احنا شايفينها قدامنا دي حركة غير عادية للأمواج، خصوصا في فترة الصيف. علشان كده بقولكوا لما تيجوا تركبوا اي مركب لازم تشوفوا حركة الأمواج عاملة ازاي. في ناس ممكن تقلق من حركة الأمواج دي، لكن عايزة اقولكوا ان المراكب شغالة عادي جدا طول فترة الصيف. النوات اللي بتحصل في الشتاء بنكون عارفين ايامها، بيكون متحدد تاريخ ليها. احنا في الصيف دلوقتي ما كناش نتخيل ان نشوف البحر بالمنظر ده، خصوصا اللي شفناه في التغيرات المناخية الاخيرة وتأثيره على اسكندرية الفترة اللي فاتت. الزلازل والعاصفة اللي حصلت الشهر اللي فات، كل ده شايفين تغير كبير في مناخ اسكندرية. كل ما الرياح بتزيد كل ما الموج بيعلى. درجة حرارة المية مختلفة عن درجة الحرارة العادية. درجة حرارة المية لسه عايزة اقول لكم المية هنا لسه ساقعة، فالناس اللي حابة تيجي تصيف وينزلوا الشواطئ حابة اقول لكم ان لسه المية ما زالت ساقعة. ممكن بقى على الشهر الجاي تكون افضل شوية. هنا في المكان ده مفيش شواطئ خاصة بالنزول، ما تقدروش تنزلوا هنا الشاطئ، لكن في اماكن تانية كتيرة قوي في اسكندرية تقدروا تنزلوا فيها. اشهرها سيدي بشر والعصافرة والمنظرة،
وفي كمان شواطئ جديدة هناك فتح كنت عامله لكم عنها فيديوهات قبل كده. الرحلة البحرية هي من أجمل الحاجات اللي تقدروا تعملوها في اسكندرية. مميزاتها إن المركب هنا بتتاخد بالساعة أو ممكن يوم كامل، ولو انتوا عدد فده بيفرق. المكان هنا هو أفضل مكان تقدروا تاخدوا فيه المركب. المكان ده بيتميز إنه فيه أماكن أثرية وسياحية حواليكوا كتيرة، زي القلعة، زي المكتبة، المرسي أبو العباس، الكاتدرائية المرقسية. هتشوفوا كمان منطقة بحري والأنفوشي، ودي من أقدم الأماكن في اسكندرية، وكمان منطقة وسط البلد. تقدروا تتابعوني على الفيسبوك والانستجرام بنفس اسم القناة ايجي تورينا. تقدروا تبعتوا برايفت مسج عليهم، وكمان تقدروا تكتبوا اي كومنتس، وانا بحب اقرا كل كومنتاتكم تحت الفيديو. لو لسه مشتركتوش في القناة نوروني واعملوا سبسكرايب، وما تنسوش تفعيل الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوز اول باول. وانتظروا ان شاء الله حلقات تانية حلوة كتيرة في اماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.